في سنة 2014 اختفت لورا بي، وهي امرأة فرنسية حامل في شهرها السابع بعد خروجها من منزلها لتشتري مستلزمات الطفل. زوجها أنطوان أبلغ الشرطة بعد ساعات من غيابها. الشرطة بدأت التحقيق وراجعت كاميرات المراقبة، لكن المفاجأة، لورا لم تخرج من الحي أبداً. تم استدعاء الزوج للاستجواب، لكنه بدا منهاراً. ومع الأيام، اكتشف المحققون أن هاتف لورا كان آخر مرة متصلاً بالواي فاي الخاص بمنزلهم. وبعد تفتيش دقيق، تم العثور على باب سري خلف خزانة في القبو. خلفه كانت غرفة عازلة للصوت، وهناك وجدت جثة لورا مدفونة حديثاً. الصادم أن أنطوان كان يخطط للزواج من امرأة أخرى، ولم يرد أن يربط بطفل، فقرر أن يتخلص منها بهدوء. حكم عليه بالسجن مدى الحياة، لكن الجيران ما زالوا يتساءلون: كيف عاش معها يومياً وهو يخطط لقتلها؟